معظم حالات المشاكل الزوجية اللي قابلتني واللي بشوفها بيكون أغلبيتها نتيجة مفهوم هو بيترسخ عند الأزواج وفي أي علاقة في المطلق بين أي اتنين، مش شرط أزواج. وهي إن إحنا لو دخلنا نقاش بنكون كل واحد فينا داخل بكونسبت الانتصار، إن كل واحد فينا عايز ينتصر على التاني. المهم إن أنا أطلع صح وأنت تطلع غلط، ده أهم حاجة في العلاقة. بس صدقني ده بيكون الطريق الأول لفشل العلاقة، وتحس إن الحياة مستحيلة، لأن أنت بتشد والطرف التاني بيشد علشان كل واحد فيكم ينتصر. فبالتالي بتحس إن أنت الحياة كلها دايما فيها جهد، وفيها جهد مبذول أنا ببذله علشان أنتصر. الصح إن إحنا في حياة واحدة، يعني إحنا في نفس المركب، إحنا عايزين ننهض بالبيت، والبيت هو اللي ينتصر، مش أنا انتصر أو أنت تنتصر. إحنا الاتنين خلاص بقينا في علاقة زوجية، معناه إن إحنا الاتنين واحد. مفيش حاجة اسمها إن أنا انتصر وأنت تخسر، ده مش مبدأ تقوم عليه علاقة أو يقوم عليه بيت، ده أول طريق للفشل الزواجي. ومعظم المشاكل الزوجية بيكون ده إن السبب بتاعها إن كل طرف عايز ينتصر على التاني. لو اتحطوا في مشكلة أو جم يناقشوا بعض، تلاقي واحد فيهم بيهاجم التاني أو واحد فيهم بيقلب الترابيزة على التاني. فعلشان تعيش حياة سعيدة، وخصوصا لو حياة زوجية، حاولوا إن انتوا ما يكونش عندكم مبدأ الانتصار، إن أنا مش لازم أنتصر عليك عشان أحس إن أنا أحسن. لأ، البيت هو اللي لازم ينتصر. أنا أجي على نفسي شوية، أنت تيجي على نفسك شوية، بس أهم حاجة البيت هو اللي ينتصر. طيب في ناس من الأزواج يقولك طب ما أنا الوحيد اللي باجي على نفسي على طول والطرف التاني ما بيجيش. في الحالة زي دي إني أنا مش هقولك خلاص تيجي على نفسك. في الحالة زي دي أنت تجنب النقاشات في الوقت اللي يحصل فيه صدام. خلاص إحنا دلوقتي شادين مع بعض، نبدأ نهدى، نبعد عن بعض كام دقيقة كده أو كام ساعة، وبعدين نرجع تاني نتناقش والدنيا هادية. ساعتها بنبدأ نفكر بعقلنا، مش عاطفتنا وشهوة الانتصار هي اللي هتقودنا. فعلشان تعيشوا حياة زوجية سعيدة أو في أي علاقة تكون ناجحة، ابعدوا عن فكرة الانتصار في النقاشات أو في المواقف. دايما يكون المبدأ عندكم هو انتصار البيت أو انتصار العلاقة، وليس انتصار الشخص.